مستغرب استغراب كبير من موقف المصريين من قافلة الصمود. بالحق معناها حاجة غريبة وعجيبة. خليني أكلمكم بشوية بالمصري باش تفهموا، بما أنه أنتم صعيب عليكم اللهجة التونسية والمغاربية. يعني أنتم جيران مع غزة، تاكلوا وتشربوا في بيوتكم، وعادي جدا انه جيرانكم بعد امتار عنكم جعانين ومقتولين ومذبوحين، اطفالهم ورجالهم ونسائهم، وعادي جدا بالنسبة لكم. وحتى لو جت يعني عوض انك انتم نفسكم تعملوا مظاهرة قدام معبر رفح تنادوا بيها، ما قلنا لكمش ادخلوا وحربوا، حاشا وكلا، رغم انكم اكثر دولة تمتلك السلاح والسيسي عمال يكنس في السلاح. ما قلنا لكمش انتم خايفين من الموت، رغم ان الموت جاية. ممكن الانسان يبقى في بيته قاعد ويموت. عوض ان انتم تعملوا مظاهرات وتروحوا للبوابة في معبر رفح عشان تنادوا على الاقل بكسر الحصار باصواتكم، مش طالبين حاجة تانية، اصواتكم بس خلاص. ما عملتوش كده، وكمان بتتريقوا على قافلة الصمود اللي جاية من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا، ورافضين انها تدخل مصر. قال ايه؟ انتم اصلا ايه الهدف منها؟ مجرد صورة؟ ايه التفكير السلبي ده؟ ايه ده؟ انتم بتفكروا ازاي؟ يعني اللي موجود في اوروبا، في السويد، فرنسا، لما بيتظاهر ما بيتسألش، ما بيقولش انا ايه الغاية من ده، حوصل لإيه يعني. مجرد انه يصرخ صرخة انسانية قدام حاجات لا انسانية، هو ده الهدف؟ ولا ده بالنسبة لكم بقى مش هدف؟ واحدة تانية مصرية بتقول ولما واحد منهم ينضرب بالنار ويموت هيحاسبوا الحكومة المصرية انه مات وندخل احنا في حرب؟ لا يا حبيبتي، لا يا حبيبي، احنا جايين وشايلين كفنا على ايدينا، دماءنا مش اغلى من دماء الغزاويين. هو اصلا احنا عارفين يعني مسبقا ان انتم اصلا دماء مصرية سالت في المعبر من جندي مصري انضرب بالنار من اسرائيلي وما عملتوش ولا حاجة. هنطمع فيكم انكم تعملوا حاجة لما يموت واحد تونسي او مغربي؟ لا 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 لا، احنا عارفين اصلا جايين وشايلين كفن على ايدينا، ولو حاجة صارت نار ضرب نار عادي، احنا مستعدين نموت عشان اصواتنا، عشان انسانيتنا. الحكاية مش مجرد صورة زي ما بتقولوا او ترند، لانكم انتم اللي تعملوا ترندات وعارفينها. حكاية انه هي هبة انسانية، لانه اي انسان مستحيل انه يصمت او يسكت قدام الوحشية اللي بيشوفها. جينا من تونس لليبيا كيلومترات وكيلومترات عشان ندخل مصر، عاوزين تدخلوا مصر في كل حكاية. ما هو مصر من الأصل هي سبب نكستنا. مصر بالأصل مفروض هي أول بلد تعمل مظاهرات، ولا أنا ناسية؟ نسيت.
أصل السيسي كل اللي بيعمل مظاهرات خدهم وحطهم كلهم في السجن، مخليش ولا وكلهم خرجوا برا. انتوا ممنوعين حتى انكم تعبروا عن آرائكم. احنا جايين نعبر عن آراء عربية بدلكم. سبحان الله، من حظنا انه كان البلد اللي في المعبر مع فلسطين هو مصر. اسفين يعني، ما كناش عاوزين بقى، مش حابين جدا يعني نجيلكم، بس الله غالب. مش قادرين حتى تتكلموا كلمة، كل ده خايفين من حرب ونموت. الموت بيد الله. أحيانا تكون في بيتك وتموت، خايفين من ايه؟ خسارة. التاريخ هيسجل كل ده، وتريقتكم دي على القافلة، وحتى لو قفلتم وما رضيتوش تدخلوا القافلة للأرض المصرية، التاريخ هيسجل كل ده، لأنه جماهيريا هتكونوا بلا كرامة، بلا كرامة. فبدل ما تفتح بقك وتتكلم في فيديو وتتريق، اقف زي الراجل، ست او راجل، واتكلم وروح للمعبر وحاول تكسر الحصار. حتى لو ما كسرتوش تقف راجل، ولا الرجولة راحت منكم خلاص. يعني انت حتى لو ما كانش فلسطين او تحرير فلسطين او قضية فلسطينية او المسجد الاقصى او كل ده نحطه على جنب. لما تشوف اخوك المسلم جيعان وعطشان، ما تعملش اضعف الايمان، اضعف الايمان انك تتكلم. اخس.